عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة كده نسمي بسم الله ونتوكل على الله كده إن شاء الله. احنا النهاردة كده جايبة لكم رنجة حلوة أوي كده هادية وجميلة. وهسيحها كده على النار زي ما انتوا شايفين. طبعا الرنجة ده علشان هادية الملح بتاعها قليل فأنا بسيحها على النار. لكن لما بيكون ملحها كتير أنا بحطها في الفرن عشان كل ما بيكون ملحها زيادة الأفضل إن أنا أحطها في الفرن عشان الملح بيزيد على النار من فوق، فهي كده الأفضل ليها هي كده ملحها كويس. يا رب كده إن شاء الله الأكل النهاردة معايا كده يعجبكم. وتجربوا كده إن شاء الله الطريقة ديت وتشوفوا الوصفة اللي أنا هوريها لكم دلوقتي. وطبعا غدوة كده على الماشي إن شاء الله كده هتعجبكم بإذن الله، حاجة كده سهلة وسريعة وحاجة كده تفتح النفس إن شاء الله. طبعا أنا كده سايحة الرنجة كده كويس، لازما كده الرنجة زي ما انتوا شايفين تفتح كده معايا على النار عشان تبقى هي كده مستوية كويس. وعلى فكرة في ناس بتفضل ان هي ما بتسيحهاش برضو، بتفتحها وبتعصر عليها ليمون وخلاص كده، فطبعا كل واحد حسب ذوقه. بس انا بفضل ان انا اسيحها على النار كده الاول، تستوي كده من بره ومن جوه زي ما انتوا شايفينها. وانا طبعا مقطعه معايا كده شرايح بتنجان زي ما انتوا شايفين، ومعايا توم ومعايا فلفل ومعايا طماطم وخيار. طبعا حاجة السلطة، ادوات السلطة اللي انا هعملها زي ما انتوا شايفين. والتخليل بتاع البتنجان معايا كده معلقة ملح. طبعا على فصين التوم هدقهم كده مع بعض، شوية كمون كده حلوين. انا بحب كده افضل ادق التوم مع الملح مع الكمون الاول كده نعمه قوي كويس، لان انا لما بدقه مع الفلفل كده على طول ما بينعمش وما بيديش طعم حلو. فانا بحب كده افضل كده اعمل كل حاجه خطوه خطوه كده زي ما انتم شايفينها عشان الحاجه تطلع مظبوطه وتطلع صح معايا. طبعا انا هدق برضو الفلفل ده كده، انا معايا قرن فلفل حامي وقرن بارد عشان متبقاش كلها حاميه. انا طبعا دقتهم، وهحط كده معايا حبايتين طماطم كده اقطعهم برضو زي ما انتوا شايفين كده مكعبات، وهدقهم مع بعض كده على الماشي برضو مش هدقهم قوي، هتبقى زي السلطة كده. هخلطهم بقى كده مع بعض بسم الله، واديلهم بقى كده نص ليمونة حلوة اعصرها عليه. طبعا طريقة التخليل دي حلوة قوي، جربوها وما بتخليش البتنجان اللي انا بقليه ده ما بقاش فيه اي زيت خالص، بتضيع الزيت اللي فيه، بتنزل اي زيوت في البتنجان. معايا كده حوالي معلقتين خل، اسفل بميل عشان الكاميرا تشوفها فوقعت شوية، فانا اسفة يعني. ف... فكده انا هقلبهم مع بعض. طبعا المية اللي في الخلطة زي ما انتم شايفين اللي هي الخل والليمون دي بتنزل اي زيوت في البتنجان، ما بتخليش فيه اي زيوت خالص. طبعا انا شغالة دلوقتي كده البتنجان بيتقلي على النار دلوقتي، وهبتدي بقى اقطع الخيار زي ما انتم شايفين كده شرايح. احنا بنسميه يعني بنقطعه كده تقطيعة الهرم كده، شكل الهرم. طبعا يعني بتدي شكل حلو قوي. لو عندك ضيوف، عندك تستقبلي حد، عازمة حد على الأكل، فالطريقة دي حلوة قوي تشرفك كده في الجناش كده بتاع الطبق السلطة. والطماطم فريش كده زي ما انتم شايفين، جايباها كده صبحة وحاجة صبحة كده وجميلة. هقطعها برضو شرايح. ومعايا نص فلفلاية كده حامية قوي، مش عايزة اقول لكم يعني حراقة، عشان طبعا الأكلة دي كده عايزة حد كده يعني ياكل حراق، بتفتح النفس بصراحة. احنا عندنا الحاجة الحراقة دي لازما على الأكل زي ما انتم شايفين.
أنا بادخّلها في كل الوجبات عندي، يعني شايفين الحلاوة يعني بسم الله ما شاء الله. طبعًا البتنجان عندنا دلوقتي بيتقلي على البوتاجاز كده، هاجيبه أحدّقه زي ما أنتم شايفين، بسم الله ما شاء الله. شايفين مش شارب زيت خالص إزاي. أنا الأول قبل ما باقليه حوالي بربع ساعة بارُش عليه معلقة ملح وباسيبه شوية. طبعًا لمّا بارُش الملح عليه الملح بيخلّي البتنجان يدبل، أي مَيّة فيه بتنزل منه، فباشطفه كده بشوية مَيّة وبعدين بانزل بيه في الزيت. باصفّيه كده في مصفى وبانزل بيه في الزيت. طبعًا أنا كنت مجهّزاه زي ما أنتم شفتوه كده. هابتدي بقى كده أنزل بقى بالدقة بتاعته كده، أرُشّها عليه كده بالمعلقة واحدة، واحدة. الخلطة دي أنا مش عايزة أقول لكم يعني بجد هو أنتِ مش عايزة أي حاجة جنبها، يعني طبق البتنجان ده كده أنتِ هتاكليه مش عايزة أي حاجة جنبه. الطعم حكاية طبعًا. الفلفل الحامي فيه والخلطة بقى الليمون والخل مش عايزة أقول لكم مدّي ريحة وطعم يعني فوق الخيال، وطريقة سهلة أوي، وحاجة كده طعمة وجميلة. طبعًا أنتِ بتبقي قاعدة محتارة مش عارفة تعملي إيه، يعني ساعات كده بييجي لنا وقت كده يعني إحباط كده مش عايزين نقوم نعمل أكل، مش عايزين نقف في المطبخ فترة طويلة، زهقنا من الأكل بقى المكرونات والرز والحاجات دي. فبتبقى طبعًا يعني نِفسِك جايبة لحاجة كده زي حاجة تحديقة كده. فبصراحة يعني دي أحلى حاجة إن أنتِ تعمليها، إن أنتِ تغيّري وتنوّعي من الأكل اللي هو الأكل المطبوخ. طبعًا الرنجة أنا قطّعتها كده مكعبات، أنا سيّحتها وجهّزتها وقطّعتها مكعبات زي ما أنتم شايفين، خليتها من السِل اللي فيها من الشوك. ومعايا كده شرايح الليمون أنا باحطه وياها، لإن الليمون ده طبعًا كل واحد حسب ذوقه بقى، يعني في بيحب عليها ليمون وفي ما بيحبش عليها ليمون. فأنا باحبها كده اللي حابب حاجة بيعملها، ما بافرضش حاجة على حد. فأنا طبعًا باحط كل حاجة جنبها كده، وكل واحد بقى حسب ذوقه ورغبته. طبعًا البصل عندي أنا كنت مقطّعاه برضه ومجهّزاه عندي كده زي ما أنتم شايفينه كده مكعبات أو شرايح زي ما أنتم حابين. ونزلت عليه برضه بعصرة ليمونة كده مع معلقة خل مع شوية ملح وكمون وأقلّبهم في بعض. وطبعًا كنت مجهّزة طبعًا بطاطس كده محمّراها صوابع. يعني أنا حبيت أورّيكم نوع الأكل كده أو تحبيشة الأكل كده مع بعضها. أنا ما يعني أنا جهّزت كل حاجة وخلّيتها قدّامكم كده زي ما أنتم شايفين. فطبعًا كل طريقة في الحاجة دي سهلة وبسيطة، ويا رب تعجبكم وتجرّبوها، وإن شاء الله هتجرّبوها وهتعجبكم. ويا رب كده نتلاقى على خير إن شاء الله. السلام عليكم.